يا مرحب يا زميلي، فيلمنا النهارده جامد فشخ لك كالعاده. فيلمنا النهارده مزيج من الدراما والتشويق الذي لن يتكرر الا عند العبد لله. لخص الفيلم ملاه. احلى لايك بقى واشتراك في القناه ويلا بينا نبدا الفيلم. يبدا فيلمنا النهارده مع بيكي وهي في المطبخ بتحاول تجهز فنجان قهوه ليها. بتكلم صاحبتها في التليفون. صاحبتها بتحكي لها عن البنت اللي بتحاول تاخد حبيبها منها، وقالت لصاحبتها انها ممكن تخلص على البنت دي مقابل ان هي تخلص منها عادي. يعني مره واحده يا صاحبي بيكي بتحس بدوخه وبيقع منها الفنجان، وبيكي بتقع في الارض وتحاول تزحف علشان تقدر تقوم على رجليها، لكن بيجي من وراها شخص مقنع لابس جوانتي بيخنقها وبيخلص عليها خالص، وما بنعرفش مين هو ده. وراح فاتح علبه الدواء بتاعها ومطلع كل اللي جواها علشان يبان ان هي انتحرت. بعدها بكام يوم بنروح لامبر اللي هي مربيه الاطفال. بتروح على بيت شخص واحد اسمه براين وقالت له معلش يا النبي انا اسف انا اتاخرت عليكم، الزحمه كانت موقفه الطريق كله، شكلكم كده هترفضوني فشخله. اول انطباع بيدوم بقى وكده. يعني براين قال لها لا لا اتفضلي 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 عسل، خدي نفسك الاول شكل الطريق كانت زحمه عليكي. نتكلم بس ونشوف هنتفق على ايه. وبتدخل امبر البيت وبتقابل اليس مرات براين وبيقعدوا معاها هما الاثنين عشان انترفيو معاها. وامبر بتعرفهم ان هي خبره قديمه في الشغل ده، شغاله من ايام الكليه يا جدع، عشان كانت محتاجه فلوس مش عشان حاجه. ها وانا من طبيعتي مش بحب اخد فلوس من حد. وكمان اديتهم ورقه فيها اسماء وارقام الناس اللي اشتغلت عندهم قبل كده عشان تبقى عندها مصداقيه. وهم بيتكلموا معاها الوليه اللي معاها سمعت ابنها بيعيط، قامت بسرعه تطمن عليه. وبراين سال امبر عن المكان اللي جاي منه، قالت له انها مولوده في كندا بس قضت معظم حياتها هنا في امريكا وحابه العيشه هنا جدا، ومش بتفكر خالص انها تسيب امريكا وترجع كندا تاني. يا سلام، مشاكل من العالم الاول دي يا رب. وبعد شويه رجعت اليس ومعاها ابنهم كودي وعرفته على امبر، وبعدها وصلتها لحد باب البيت وبتقول لها احنا هنكلمك في اقرب وقت لو خلاص هنشغلك عندنا. وبالليل اليس قالت لبراين انها حبت امبر عن كل البنات اللي اتقدموا للشغل عندنا كمربيه اطفال. براين بيقول لها لا احنا مش لازم نستعجل، ناخد القرار كده على مهلنا ونرتب امورنا عشان خاطر كودي ابننا طبعا، ولازم نتاكد ونتصل بكل الناس اللي اشتغلت عندهم ونعرف كل حاجه عنها ونطمن عنها. واليس بتقول له براين البنت عجبتك وخصوصا البنت شكلها حلو قوي. ها فهماك انا. براين كده بيحس بالاحراج بيقول لها بصي عايز تشغليها شغليها، مش عايز تشغليها ما تشغلهاش، بس والنبي شغليها والنبي. قالت له خلاص انا بكره هتصل بكل الناس اللي اديتها لنا ونتاكد عنها وكل حاجه عنها بعدين نشوف الموضوع ده. وبراين بيحاول يقرب من اليس لكنها رفضت انه يلمسها، وبنعرف السبب ان براين خانها قبل كده وانها لسه لحد دلوقتي ما سمحتوش. في اليوم اللي بعده يا صاحبي صاحب براين راح الشغل بتاعه وهو فرحان جدا لانهم اخيرا هياخدوا مكافاه اللي كانوا مستنيينها من زمان، وقال لبراين احنا لازم نحتفل بالموضوع ده. فبراين اتصل بمراته وبلغها بالخبر السعيد ده، وبعدها قال لها كمان هتقول له على خبر حلو جدا، وهي انها اتصلت بكل الارقام اللي اديتها لها امبر وكلهم شكروا في رعايه البنت دي ومبروك عليك البنت الحلوه يا معلم. تاني يوم الصبح جت امبر للبيت وكان براين بيتمرن في البيت بتاعه، وامبر قالت له انت شكلك رياضي وجامد في شخوله. قال لها لا ابدا ده انا واليس مراتي بنلعب كل يوم كده دفاع عن النفس وكده يعني. وبراين بيوقف التمرينه بتاعته وبيشيل الشنطه لامبر عشان يوديها اوضتها ولا تعيش فيها. ولما بتشوفها بتتعجب جدا بالغرفه دي وبتقول له ده اكبر من اوضتها اللي عندها اللي في كرواتيا. فبراين بيقول لها انت مش قلت انت من كندا، ايه علاقه كرواتيا بالموضوع؟ فامبر اتلخبطت بقى وقالت له انا اختي كانت هناك وعامله له اوضه في بيتها وكده، انا بحب نتفسح. وبراين واليس سابوا الاوضه علشان امبر ترتب حاجتها في الاوضه، واليس اخذت براين عشان تقول له على كاميرا المراقبه اللي حطها في الصوره اللي موجوده في الصاله دي علشان تراقب كل تحركات امبر في الوقت اللي هتكون فيه لوحدها في البيت مع ابنهم كودي. وبراين وهو واليس وهم نايمين في اوضتهم، اليس بتشوف امبر وكانت واقفه على الباب وبتتفرج عليهم، فبتتخض اليس وبتصحى من النوم وتكتشف ان كل ده مجرد كابوس مش حقيقه. وبتروح اليس المعرض بتاعها وبتقابل صاحبتها وبتفهمها انها عينت مربيه عندهم عشان تاخد بالها من ابنها. فصاحبتها بتقول لها مبسوطه انت هتعرفوا تاخدوا وقت اكبر مع جوزك وكده ها، وانا خلاص بقى نسيت حوار الخيانه ديتي، وده افضل ليك عشان تقربوا لجوزك احسن ما تعرف على حد غيره تاني وتسيبيه وتعيشي في نفس المأساة تاني. وفجأة دخل عليهم واحد اسمه دوتس عشان يفكر أليس بالعرض اللي قدمه لها قبل كده، عايز يشتري منها المبنى ويحوله لعمارة سكنية كبيرة. وأليس قالت له انا مش هبيع لك اي حاجة، لكن هو بيقول لها بكره هتندم يا جميل ويسيبها ويمشي. وهما في الملاهي أليس فهمت براين وقالت له ما تيجي نأجل الحفلة لحد ما امبر تاخد على المكان تاني واحنا كمان نرتاح لها اكتر. وبراين بيقول لها ما تقلقيش احنا هنروح الحفلة وهي تعرف تاخد بالها من ابننا ومفيش اي داعي لتأجيل الحفلة. يوم الحفلة يا صاحبي دخلت أليس تجيب مشروبات كده ساعة من الثلاجة، لكنها شافت امبر وهي بتبص لها بطريقة غريبة قوي وهي شايله ابنهم كودي وراحت له جوزها واصحابه. لكن صاحب جوزها استأذنهم يخش الحمام وهو داخل خبط بامبر بالغلط، فضل يعكسها شويه بقى، لكن امبر بتفهمه ان ملهاش في العيال السيس وشكله عيل نايتي كده، فخد الصدمه منها ومشي. لكن اليس قالت له مالكش دعوه بامبر عشان انت مش فارق معاها خالص. وبيجي ليله صاحبي وامبر قالت لاليس انها نيمت كودي في سريره وسالتها لو محتاجه اي حاجه منها تاني، لكن اليس بتشكرها على اهتمامها بابنها وطلبت منها انها تجهز لبس ابنها لبكره قبل ما تنام. وبعد ما امبر مشيت اليس بتاخد الميموري بتاع الكاميرا المستخبيه جوه الصوره وشغلته عشان تشوف كل اللي اتصور وهي مش موجوده في البيت. وامبر كانت سهرانه جدا قدام التلفزيون وشافت اخبار الجريمه اللي حصلت لبيكي اللي شفناها اول فيلم فاكرها. وبراين جه من بره وامبر اول ما شافته اتخضت فقال لها انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي بتتفرج على ايه، وفهمته انها بتتفرج على الاخبار وانها خايفه جدا وقلقانه من العالم الخارجي وخايفه احسن حد يجي يقتلها. براين بيقول لها انا جاي تعبان وراح انام وبص مش فاضيلكم، لكن امبر بتتحايل عليه عشان يقعد معاها شويه وجابت له كمان مشروبات ساعه كده وتروق عليه، وكمان بتساله لو كان كل يوم بيتاخر في الشغل كده ولا
ولا لا. وبراين بياكد لها ان هو النهارده بس هو اللي اتاخر فيه في الشغل، وكمان بتفهمه ان صاحبه اللي كان موجود في الحفله عندهم في البيت حاول يتحرش بيها، فقال لها معلش صاحبي دايما كده شايف ان الستات كلها سهله، ما يعرفش يفرق بينه وبين البنات البريئه العسوله اللي زيك. لكن امبر بتفهمه انها مش بريئه قوي يعني نص نص. وبراين سابها وراح اوضته عشان ينام. وبنشوف اليس يا صاحبي اللي كانت صاحيه وعامله نفسها نايمه. في الوقت ده كانت امبر واقفه ورا الباب بتتصنت عليهم عشان تتاكد هما الاتنين ناموا ولا لسه، ودخلت اوضتها وطلعت تليفون سيري كان معاها كانت مخبياه، اتصل بواحد تبعها وقالت له انا عايزه اشوفك ضروري دلوقتي. طلعت امبر تقابل صاحبتها اللي اسمها جاكس، ما اعرفش الاسم هو كده. وامبر بتفهمها انها بتواجه صعوبه كبيره جدا في انها تفصل بين شغلها وبين اعجابها ببراين يا صاحبي. لكن صاحبتها بتفهمها وتقول لها انت مش كل ما تروح شغل جديد تحط قبل الواد اللي انت بتشتغل عنده في دماغك، ها انا عارفه ان قلبك كبير يسع من الرجاله 100. وجاكس بتسالها بتاخد علاجها ولا لا، لكن امبر بتاكد لها ان هي بتاخد علاج في ميعاده. وامبر بتقول لها انا اسفه انا انشغلت بمشاكل ونسيت اطمن عليكي. لكن صاحبتها بتقول لها ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك، وبتعرفها ان هي شغاله في نفس البيت ومرتاحه فيه جدا لان معظم الوقت بتبقى حاسه براحه مع نفسها. وتاني يوم براين في شغله لكن بيتصدم من قرار المدير اللي اخده لانه خد المكافاه واداها كلها لصاحبه، لان للاسف صاحبه هو اللي قدر يخلص الصفقات المهمه للشركه باسلوبه الناجح مع العملاء بتوعه. ولما رجع البيت كان مكتئب وحكى لاليس كل اللي حصل معاه في الشغل. واليس قالت له انا مش مصدقه المديره بتاعتك عملت كده معاك وتجاهلت كل تعبك الفتره اللي فاتت دي، وصاحبك اكيد ليه دور عشان ياخد المكافاه كلها لنفسه. وكمان طلبت من امبر انها تاخد ابنهم لاوضته عشان ما يسمعش الكلام اللي يتقال. واليس قالت لبراين انه لازم يتكلم مع المديره تاني ويقنعها انه كمان يشتغل على المكافاه دي زيه زي صاحبه. لكن براين كان متضايق جدا يا صاحبي، اخد مفتاح عربيته وقال لها هيطلع شويه عشان يغير جو. وبعد ساعات من الشرب براين رجع للبيت وكان سكران طينه ومش قادر يفتح عينه. قابلته مين يا معلم؟ قابلته امبر وهو سكران على الباب. طبعا استغلت انه سكران وما صدقت، وزي ما انتوا عارفين يا صاحبي حصل اللي حصل للاسف والشيطان اتزرع وسطيهم. وفجاه وقعت من ايد امبر المسوره بتاعتها من غير ما تاخد بالها. تاني يوم الصبح دخلت امبر المطبخ وحاولت ان هي تتقرب تاني من براين، لكن براين صدها ومنعها. فامبر قالت له ما تخافش، اليس خدت الواد وطلعت من بدري. لكن براين بيقول لها اللي حصل بينا امبارح ده كان غصب عني لان كنت سكران جدا جدا، ولازم تفهم ان اللي حصل دواتي ملوش اي معنى ومش هتكرر تاني. انا متخانق مع اليس وعندي مشاكل كتير في الشغل ويا ريت تبعدي عني لان مش عايز اتعصب عليكي دلوقتي. اتضايقت جدا امبر بالكلام ده، راحت لاوضتها طبعا قعدت تعيط. طلعت الموبايل اللي شالته، اتصلت بصاحبتها ياكسي وحكت لها على كل الحكايه من طاطا السلام عليكم. براين بيروح الشغل، صاحبه بيجي له بيقول له معلش يا صاحبي ما تزعلش مني عشان المكافاه اللي خدتها منك. لكن براين باكد له ان عمره ما اتوقع ان الضربه تيجي منك انت، ولو كانت جات لي نفس الفرصه وان انا اخونك ما كنتش هوافق ابدا ان انا اعمل كده. لكن صاحبه بياكد له ان الفرص ما بتجيش غير اللي يعرف يستغلها. وراح ساب براين وراح يتكلم مع المديره بتاعته ايه اللي كان واضح قوي ان في بينهم حاجه مش تمام. وراح صاحبه عشان يقابل بنت من البنات الشمال اللي معاه وسمع صوت الباب بيخبط، فطلع يجري فرحان يفتح الباب فاكرها من البنات اللي مستنيهم. ولما فتح الباب البنت غزته بالسكينه، وللاسف البنت كانت مش معروفه وجت مخصوص عشان تخلص عليه وبس. وتاني يوم بنلاقي اتنين من الشرطه راحوا البيت براين وقالوا له انه محتاجينه هو ومراته على اقوالهم في الاسم. ولما راحوا لاسم الشرطه الظابطه اللي هناك بتفرجهم على صور من كاميرا المراقبه اللي فيها واحده لابسه باروكه بينك واسوره شبه الاسوره اللي كانت في ايد امبر بالظبط يا صاحبي. بس براين لاحظ كده وما رضيش يقول الكلام ده للشرطه. والشرطه قالوا له براين المديره بتاعته في الشغل قالت له انه كان في خلاف بينه وبين صاحبه المجني عليه ده قبل ما يروح للفندق. وبراين بياكد الكلام ده للمحققه اللي معاه وانه كان لسه متعصب من خيانته، لكن عمر ما الخلاف اللي ما بيننا يوصلني ان افكر ان انا اقتل واحد كده. يومها بالليل وهو بيتفرج على التلفزيون امبر قربت منه فزقها بعيد عنه، طلب منها ما تقربش منه تاني وتبعد عنه خالص. امبر بقى هدته وقالت له انا هقول لاليس مراتك على كل اللي حصل ما بيننا واكيد مراتك هتصدق لان انت خنتها قبل كده. تاني يوم يا صاحبي في المعرض المحامي بتاع اليس قال لازم تاخدي بالك كويس وتكوني حذره من العداوه اللي بينك وبين دوتس دلوقتي، خصوصا انه شخص نفساني جدا وقوي جدا. لكن بعد شويه جت امبر وكودي للمعرض لان اليس عايزه تقضي وقت لطيف مع ابنها. لكن المحامي بيبص باستغراب وقال لصاحبته اليس يعني جوزك خانك قبل كده فتروح تجيبي له مربيه وشكلها حلو جدا زي امبر كده وتخليها قدامه طول الوقت، يعني اللي هو تعالى خوني تاني وخلاص. تاني يوم يا صاحبي حست مصيبه كبيره واتصلوا باليس من المعرض في نص الليل، ولما وصلت لهناك لقيت كل اللوحات بتاعتها باظت بفعل فاعل يا معلم، واللي ارتكب الجريمه دي ما خلاش ولا صوره سليمه في المعرض، دغدغ الدغاديغ. واليس وصاحبتها بياكدوا للبوليس ان السيد دوتس هو اللي اكيد ورا الموضوع ده عشان هي رفضت تبيع له المعرض بتاعها. لكن البوليس قال لها ان واحد بسلطه السيد دوتس مش هنقدر نعمل فيه اي بلاغ صريح كده الا لو حضرتك معاكي دليل واضح عشان ما يكونش في مشاكل سياسيه بعد كده. وبنروح يا صاحبي للسيد دوتس وهو بيشوف مكان بتاع خردة عشان عايز يعمل فيه مشروع جديد، وحس ان في شخص غريب بيراقبه فنزل من عربيته وفضل ينادي لكن ما حدش رد عليه، وراح يركب على العربيه تاني عشان يمشي. بيلف لورا كده وفي ثانيه لقى شخص غريب جاله وبيخلص عليه. الحكومه بعتت لبراين تاني عشان تحقق معاه، اما كل شويه بقى في مشاكل وقالوا له مش غريب ان اتنين حياتهم تنتهي في فتره بسيطه جدا صغيره جدا والاتنين في مشاكل بينهم وبين بينك انت ومراتك، يعني مش غريبه دي. لكن براين بيقول لهم فككم من شغل التلكيك دواتي، لو ما عندكوش اي حاجه ضدي انا همشي انا ومراتي من هنا. وطبعا خلوهم يمشي لعدم وجود ادله ضدهم. وبراين بيروح لاليس في الجنينه وكان على وشك انه يعترف لها باللي حصل بينه وبين امبر يوم ما كان سكران، لكن اليس بتقطع كلامه وقالت له انا
مستغربه جدا من سهر امبر طوال الليل، وكمان لما بروح اشوفها في اوضتها مش بلاقيها في الاوضه بتاعتها، لكن براين بياكد لها ان جايه تشتغل هنا مربيه وبس، فهي حره تروح منين ما تروح طالما واخده بالها من ابننا كويس. اليس بتاكد على كلامه وتقول له عندك حق، احكي لي بقى انت عايز تقول ايه يا جميل. فبراين بيقول لها حاجه كده مش مهمه بقى، بحكي لك عليها وقت تاني وخلاص. يوم يا صاحبي بالليل هما الاثنين بيتفرجوا على التسجيل بتاع كاميرا المراقبه اللي على التليفون، واول ما سمعوا ان امبر خارجه اليس راحت وراها لحد ما شافتها بتخبط على باب الشقه، واللي بتفتح لها هي جاكس صاحبتها، فبتتنصت عليهم. وسمعت امبر بتقول لصاحبتها انها زهقت من نفسها عشان كل مره بتحب واحد متجوز، وان كل اللي بتحلم بيه هي حياه عاديه وقصه حب طبيعيه زي اي بنت في الدنيا. ورجعت اليس للبيت وحطت الاسوره بتاعتها في علبه المجوهرات، وقالت لجوزها ان امبر كانت بتزور صاحبتها. تاني يوم الصبح يا صاحبي راحت اليس لبيت جاكس صاحبه امبر، وقالت لها عايزه اتكلم معاكي شويه عن امبر، انا محتاجه اعرف عن حاجات اكتر عشان اكون مطمنه ان انا سايبها مع جوزي وبنتي. وجاكس قالت لها ان انا وامبر اتربينا مع بعض في دار الايتام، لان امبر خسرت اهلها زمان في حادثه غريبه. واليس اتصدمت من كميه المعلومات اللي عرفتها عن امبر. جاكس بتفهمها انها كانت فاكره ان انت عارفه كل الكلام ده قبل كده، ووافقتوا كمان تشتغلوا عندكم بعد ما تعرفوا الكلام ده كله. وجاكس بتفهمها ان امبر كانت علاقه مش تمام مع رب العيله اللي اتبنتها من دار الايتام. اليس شكرت جاكس جدا على صراحتها دي، وطلبت منها انها ما تعرفش امبر على كل اللي حصل ما بينهم. وبعد ما اليس مشيت جاكس سمعت حد بيخبط على الباب، ولكن لما راحت فتحت الباب ما لقيتش حد موجود خالص. اول ما قفلت الباب لقيت باب الجنينه مفتوح وهو كان مقفول، وفجاه هجم عليها شخص مجهول خالص وفقدت الوعي وماتت. بعدها بنشوف اليس وهي بتحاول تتصل برقم من ارقام خدمه العملاء اللي اشتغلت عندهم امبر، فسمعت صوت موبايل جاي من اوضه امبر، واكتشفت الموبايل اللي كانت مخبيه امبر، واتصلت بجوزها في وقتها حالا وقالت له ان امبر زورت كل الورق بتاع العملاء اللي جابته، وخلت اصحابها هم اللي كلمونا على اساس انهم الناس اشتغلت عندهم قبل كده ولازم تيجي بسرعه وتشوف حل المشكله دي حالا. ترجع امبر من بره صاحبي هي وكودي، فاليس اخذت ابنها منها واخدته على الاوضه بتاعته، وامبر شافت الموبايل اللي شايلاه من وراهم على رخامه المطبخ، فعرفت ان اليس اكتشفت سرها خلاص. فقالت لاليس اديني فرصه بس اشرح لك كل الموضوع، لكن اليس رفضت انها تسمع منها اي حاجه خالص، وقالت لها اكيد انت اللي قتلت صاحب براين وكمان قتلت السيد دوتس عشان تورطينا فيها انا وجوزي في المشكله وتاخدي كل اللي معانا واملاكنا، وانا لازم دلوقتي ابلغ عنك عشان تدخلي السجن يا مجرمه. فامبر حاولت تمشي، لكن اليس استخدمت ضدها مهاراتها في الدفاع عن النفس وافقدتها الوعي. واليس اول ما ابتدت تخنق في امبر براين دخل عايز يلحق مراته قبل ما ترتكب جريمه وتخلص على امبر. امبر بقى استغلت ان براين ماسك اليس منها وقامت وهربت من البيت بسرعه، واليس وبراين راحوا لاسم الشرطه يا صاحبي وبلغوهم على كل حاجه حصلت، لكن الشرطه اكدت لهم ان مفيش اي دليل على امبر وانه مش هيقدر يقبض عليها لان مفيش اي حاجه ضدها، ده حتى مفيش اسباب يخلوهم يشكوا فيها. بعد 6 شهور يا صاحبي بالتمام براين كان بيشتغل في الجنينه وبيحفر عشان يزرع شجر جديد، فبيتفاجئ بصندوق مجوهرات مدفون في الجنينه. اول ما بيفتح الصندوق بيلاقي الاسوره بتاعت امبر، لكن المفاجاه الاكبر بقى هي ان اليس اعترفت له ان هي ورا كل اللي بيحصل ده، وكان لازم يشوف حد يشيل عقوبه الخطه دي، وان هي اللي خلصت على صاحبه عشان تسرق تعبه ومجهوده وكان عايز ياخد المكافاه كلها لوحده، وكمان هي اللي خلصت على السيد دوتس لانه كان يستاهل ده كله بعد اللي عمله في المعرض بتاعها، وكمان هي اللي خلصت على الست اللي خنتها معاها قبل كده، وان الشخص الوحيد اللي زعلت اني خلصت عليه هو جاكس صاحبه امبر، لان البنت بصراحه كانت صريحه جدا معايا ما خبتش اي حاجه عنها، لكن براين بياكد لها ان هي كده دمرت حياه بنت بريئه زي امبر. فاليس قالت له هو ده المطلوب، لان اول ما شافتها عرفت ان هي ساذجه جدا وهتقدر تلبسها كل الجرائم اللي عملتها دي، اللي هو في ايه يا وليه في ايه يا وليه مش كده. براين بقى خاف منها ولا المفروض اعمل لك ايه دلوقتي يعني اسقف لك يعني كل الفرح اللي انت عملتيه ده، لكن ردت عليه وقالت له انت قدامك حلين، الاول انت تروح للبوليس وتقول لهم على كل اللي حصل ده وعيلتنا تتدمر وابننا يبقى من غير اب وام لان انت حاليا بقيت شريك معايا، او انك تكمل معايا الخطه وتروح تودي الاسوره دي للشرطه ونقول ان احنا لقيناها في الاوضه بتاعت امبر لما بدينا ننضفها. وبراين لانه عيل دلدول اخذ الاسوره من اليس وراح للشرطه وقال لهم نفس الكلام اللي قالته مراته بالحرف، ماشي على النص كده زي الفل. بعد ما براين مشي يا صاحبي الشرطي راح للمحقق بتاعه اللي هي واحده ست يعني، وقال لها ان جات لهم اوامر بالقبض على براين ومراته. براين يا صاحبي لما رجع للبيت لقى ظرف غريب هو ومراته، الظرف ده كان فيه فلاشيه، ولما فتح الفلاشه اتصدموا من اللي جواه لان فيه فيديو لامبر وهي بتقول لهم انها كانت عارفه موضوع الكاميرا اللي كانوا مخبينها من اول يوم هي اشتغلت فيه عندهم، وقالت كمان ان زي ما اليس كانت شاكه فيها فهي كمان كانت شاكه في اليس وما كانتش مرتاحه لها خالص، خصوصا بعد ما صاحب براين مات وكمان عدوها في الشغل السيد دوتس مات، وكمان الناس اللي شاهدت في اللي حصل لصاحبتها جاكس وقالوا ان خرج من بيتها وقت ما اتقتلت كان واحد لابس هودي اسود، ولما امبر فرغت الكاميرات المستخبيه لقيت اليس راجعه في نفس التوقيت ده وهي لابسه هودي اسود، فعرفت ان اليس هي اللي خلصت على صاحبه عمرها. بعدها قررت تبعت الفيديو ده للشرطه ومعاهم كمان عينه من شعر اليس، واكيد ده هيتطبق مع الحمض النووي في الثلاث جرائم اللي حصلوا دول. واليس لما سمعت صوت عربيه الشرطه قريبه من البيت عيطت وهي مصدومه جدا من الذكاء اللي متوقعتهاش اللي يطلع من عيله صغيره وسجه زي امبر. وبنستفيد يا صاحبي من اللي حصل دواتي ان احنا ما نجيبش عيال صغيره مربيات نشغلهم عندنا في البيت واحنا بنقتل الناس، لا مش هنقتل حد اوعى تقتل حد. وهنا ونوصل لنهايه فيلمنا النهارده، لو عجبك الفيلم دوس لايك، سمعنا رايك في الكومنتات، احنا تعبنا فيه يا صاحبي ولازم نسمع رايك طبعا. سلام.